غايب عنكم بقالي كتير. آه النهارده انا جاي اتكلم عن موضوع غريب جدا حصل معايا. الموضوع ده ان صديقة عزيزة جدا عملت لي بلوك بسبب ان انا انتقدت المقاطعة اللي كانت حاصلة، اللي لا تزال حاصلة طبعا من جموع المصريين للمنتجات الأمريكية، ومنتجات اللي هم فيها شكوك إن هي ممكن تكون بتدعم الكيان اللي المفروض إن هو بينكل بإخواتنا. الفيديو ده عايز أوضح فيه موقفي من الموضوع ده بصراحة، يعني لأن مش عايز اقول ان احنا بنتعرض لارهاب فكري او بنتعرض يعني احنا بنتهدد حرفيا. يعني انت بتفقد اصدقائك عشان عندك وجهة نظر في حاجة معينة، بتفقد فيها اصدقائك. هما مش معتبرين دي وجهة نظر، معتبرين دي خيانة. يعني انت لما عندك وجهة نظر في اتجاه سائد، اتجاه عام سائد، مش كان ان ناس كتير منهم ناس بتفهم، يعني المفروض ان الناس دي ناس مثقفين وناس بتفهم. فهذه المواقف العنيفة اللي متاخدة ضدي صراحة أثارت في نفسي الكثير من التساؤلات. يعني هي لم تثر في نفسي مراجعات، يعني أنا ما راجعتش نفسي في موقفي خالص. يعني أنا متأكد تماما إن هي ملاش أي لازمة، وعندي أسباب منطقية كتير جدا جدا. اللي أنا مستغرب له بس هو يعني الموضوع عامل زي يعني زي ان انت مثلا تبقى يعني قاعد وسط اهلاويه وما تقدرش تقول انك زملكاوي مثلا، فاهم ازاي؟ في نفس الوقت انت مش معترض على تشجيع الناس دي للاهلي، يعني اللي عايز يقاطع اوكي لو هو مرتاح نفسيا مع الموضوع، يعني شايف ان هو من وجهة نظره الشخصية بيساهم في شيء، اوكي. انا لا، انا شايف ان كل ده كلام فارغ، وان مفيش حاجة في الدنيا ممكن تأثر على الاقتصاد الامريكي الا حاجة واحدة بس. لو حصلت دي هتبقى معجزة كونية، يعني ان مفيش حد في دول العالم باستثناء امريكا يستخدم الدولار او يكون للدولار له اي تأثير على الاقتصاد بتاع اي دولة في العالم. دي الحاجة الوحيدة فقط من وجهة نظري اللي ممكن تؤثر على الاقتصاد الامريكي، ولا انك ما تشتريش كان زيت بيبسي، ولا انك تروح تكسر ماكدونالدز، ولا كل هذا الهراء الكوني. يعني لو الشعب بالكامل ال 120 مليون قطعوا كل شيء له علاقة بامريكا، مش هينقذوا واحد بس. مش هقول لك هتساهم في انقاذ ارواح، واحد بس مش هيعيش بسبب ده. يعني كل ده مش هيؤدي لانقاذ بس حتى واحد من اللي بيحصل يعني هناك. انا دي قناعتي الشخصيه، لان هرجع واقول لك تاني، انت طول ما انت العمله بتاعت امريكا بتاثر على اقتصادك فانت تحت السيطره. الحاله الوحيده اللي انت ممكن تاثر فيها ان انت يبقى عندك القدره ان هذه العمله ما يبقاش لها اي علاقه باقتصادك نهائيا، لا بتاثر عليه لا بتحسنه ولا بتقلله ولا لها اي علاقه ولا لها اي تاثير. وده مستحيل قبل 250 300 سنه تقريبا. يعني لازم كل دول العالم تتحد ضد هذا الكيان الشيطاني. عشان كده هم عملوا البليكس، البريكس ولا البليكس اللي احنا انضمينا فيها دي، اللي هي المفروض ان هي هدفها يعني ان هي ايه، انك تتعامل بعمله بديله ما تبقاش معتمد على الدولار. وده قدامه سنين بقى، يعني ده قدامه بتاع 100 سنه كده على ما يبقى له اي تاثير. يعني هي دي الحاجه الوحيده في نظري اللي ممكن تؤثر. لكن انك ما تشتريش وانك تقاطع، الناس الوحيدين اللي بيتاثروا هم الناس اللي شغالين في المؤسسات دي. مفيش اي حد بره البلد بيتاثر. انسى كل هذا الهراء. يعني لو انت مقتنع وبتعمل ده عشان تشعر من جواك انك ساهمت في حاجه، that's fine. صدقني دي مش مشكلتي خالص. انا مشكلتي مع حاله يعني هل مثلا الناس اللي مش مقاطعه عاملين حاله كماشه على الناس اللي مقاطعه؟ هل انا قاعد بطاردك وبهددك وبربط علاقتي بيك بان انت لازم ما تقاطعش زي، يعني انا نطلع مثلا اقول لك يا جماعه اللي مش هيشرب بيبسي يقطع علاقته بيا، اللي مش هينزل يتعشى في KFC ولا ما يكلمنيش تاني؟ يعني ايه الزيط؟ يعني ايه التطرف ده في ان انت واخد موقف معين؟ يعني
يعني انت مش لازم تقطع علاقتك بالبشريه كلها وتزايد على دين البشريه اللي عايشه كلها عشان تثبت ان انت على وجهه نظر صحيحه يعني. هي مش بالحططان خالص. يعني حططانك على البشر اللي حواليك ليس معناه ان انت صح. اللي انا بقوله ده قد يكون خطأ، بس في نظري انا لا، انا مش شايف واحد في المليون ان انا شايف، يعني مش شايف وجهة نظر دي واحد في المليون حتى غلط. عشان كده انا متبني وجهة النظر دي. ما هو انا ايه اللي يخليني اتبنى وجهة نظر ما شاكك فيها؟ هتبناها ليه؟ مش هتبناها خلاص يعني. هتبنى وجهة نظر تانية شايف انها صح. ف اهدوا علينا يا جماعة. و مفيش مشكله من البلوكات. والموضوع ده بيفكرني بمرحله في حياتي انا عشتها فتره طويله جدا، وهي مرحله ان انت قاعد بقى ايه، عامل بلاك ليست، عامل قوائم المحاكمات بقى. انت عامل قوائم كده من ناس اصدقائك، يعني ناس كانوا معاك وش وملح، وعامل لهم قوائم كده. الكلام ده كان ايام بقى الثوره والمرحله دي. يعني احنا كنا بنصنف الناس وفي ناس كنت بقول لهم ده، يعني كنت بتهمهم صراحه انهم قابضين عشان يقولوا الكلام ده، مع ان هم ولا قابضين ولا حاجه. هم كان عندهم وجهه نظر انا كنت بشوفها وقتها متخلفه، وكنت بشوفها وقتها ان ده خيانه للوطن، لدرجه ان انا علاقتي اتوترت بناس كتير بسبب يعني هذا الكبرياء اللي في التمسك بالراي. ف اهدوا يا جماعه، اهدوا. هي مش مستاهله يعني. انت بتعمل مشاكل مع الناس اللي عايشين حواليك، انت لم تساهم في اي شيء. انت ما عملتش اي حاجه غير ان انت قعدت تبيض على اللي حواليك بس، مش اكتر. وشكرا.